درنا هذه الوقفة تعبيرا منا عن رفضنا التام لجميع أشكال التعاقد، سواء المباشر مع الممرض وتقني الصحة أو مع خريجي المدارس الخاصة. سياسة التعاقد هي واحد السياسة تخريبية أبانت عن فشلها الذريع في قطاع التعليم، وها نحن نرى أن الوزارة الوصية تحاول إرساءها في قطاع آخر كقطاع الصحة. نطالب أيضا بتعويضنا كطلبة ممرضين على التدريب الاستشفائية والحراسات الليلية، بحيث أنه الطالب الممرض تيضرب تمارة ديال بصح في لي زوبيطو في كاع المصالح ولا يعوض ولو بدرهم واحد للأسف. الممرض يقدم أزيد من 80% من الخدمات الصحية حسب المنظمة العالمية للصحة. إذن كلما كانت جودة تكوين هذه الفئة جيدة، كلما كان جودة الخدمات الصحية جيدة. لهذا نحن نرفض رفضا تاما ادماج لخريجي المدارس الخاصه. كيف ما كتشهدوا حاليا دايرين واحد الوقفه قدام المندوبيه احتجاجا على بزاف ديال المطالب اللي كنا كنتسناو انها تحقق من طرف وزارة الصحة، وعلى الرأس ديالها التعويض ديالنا على التداريب الاستشفائية. لا يخفى عليكم سيداتي سادتي أن الطالب الممرض في هذا البلاد الشريفة كيسد الخصاص اللي كاين في مجموعة من المصالح اللي كاينين. نهضروا على ريوسنا حاليا في المستشفى الإقليمي ديال الإدريسي، ناهيك عن باقي المصالح وباقي المستشفيات اللي كاينة في المغرب ديالنا. يجب تعويض الطالب الممرض على تداريبه الاستشفائيه، بحيث انه كيكون عرضه للقيح والقيء، وكيكون عرضه ايضا على انه يتبيك في اي لحظه، وايضا باش انه يحمل اعتى الامراض وينقلها ليه هو نفسه وينقلها ايضا للعائله ديالو. اذا فاحنا ما كرهناش باش انه تكون مراعاة لهذا الطالب الممرض، وايضا جينا ايضا باش اننا نناضلوا على التعاقد كيف ما شو في القانون 0922 الماده 19 بالضبط، اللي كانت كتقول بانه سيتم التوظيف بموجب عقود، وخلاوها بشكل مفتوح دون ان يحددوا النصوص التنظيميه ديال هذه الماده هذه، وبقينا حنايا مانتجرين في هذه الماده هذه. اذا حنايا كنعبروا على الرفض ديالنا التام للتعاقد في صفوف الممرضين. الممرض في هذه البلاد هذه راه ما عندوش تكوين مهني، ولكن عنده واحد التعليم عالي. اذا يجب الاحترام ديال هذا التكوين هذا، ويجب ايضا الرفع من قدر هذا الممرض هذا. علاوه على ذلك فاحنا راه مازال ايضا كنتسناو الوعد الحكومي اللي تقدم به السيد رئيس الحكومه عزيز اخنوش باش انه يرفع من الراتب ديال الممرض ل 8000 درهم، وهذا راه استحقاق حيت كيجي من موراه بزاف ديال التضحيات وكيجي من موراه بزاف ديال الاخطار مهنيه.